اهلا بكم، معكم علاء فهمي من ايزي ميكس، مكملين مع بعض في كورس احتراف الريفيرب. والنهارده هناخد تكنيك جميل جدا من التكنيكات التمانية اللي احنا اتفقنا عليهم. في 8 حاجات لو عملناهم ده هيساعدنا ان احنا نحصل على صوت ريفيرب نضيف، مبقاش فيه كلاود او ايا كان الحاجات اللي هي بتعمل تداخل ما بين الريفيرب ما بين الاصوات بتاعتنا. فخلينا كده نبدأ بسم الله. عندنا التكنيك اسمه داول مونو ريفيرب فور افوكال. يعني بنستخدم مونو ريفيرب، تو مونو ريفيرب، يعني مونو ليفت ومونو رايت. طيب ايه الهدف من التكنيك ده؟ الهدف من التكنيك ده ببساطة ان انا اوصل لفوكال ميد رينج، او ان صوت الفوكال يكون في النص واضح جدا مش غرقان في الريفيرب، وفي نفس الوقت صوت الريفيرب في الاستيريو موجود وواخد يعني واخد مساحته وكل حاجة تمام. على عكس انا لو استخدمت ريفيرب واحد ستيريو فده هيخلي الصوت ايه، يعني يبقى شوية غرقان في الريفيرب. لكن لما بعمل التكنيك ده ان انا ببدأ استخدم 2 ريفيرب، واحد ليفت واحد رايت، وابدأ مثلا اخلي في بينهم اختلاف شوية، واخلي صوت الفوكال موجود، معلهوش يعني معلهوش ستيريو ريفيرب العادي. طب هنعمل ده ازاي؟ اول حاجة ان احنا بنعمل تراكين، يعني تراكين اوكسيلاري تراك، اللي هما الايه اللي هو الاف اكس تراك او كده. وبنعمل واحد ليفت هارد ليفت اللي هو 100% يمين، والتاني 100% شمال. بعد كده بنضيف نفس النوع بتاع الريفرب على الاتنين، يعني على نفس النوع في الريفربين. بنعمل بس تغيير شوية في الديكي تايم بحيث يدينا كلر مختلف. ده زي ما احنا قلنا كده بيحافظ على صوت الريفرب واضح في الاستيريو، لكن في المونو في النص الفوكال بيبقى مش غرقان، بيبقى محافظ على الكاركتر بتاعته، بيكون واضح، بيكون اب فرونت، ما بيبقاش غرقان ولا ورا ولا الكلام ده. ممكن حاجة إضافية ممكن نعملها إن احنا نحط التراكين اللي هما الهارد ليفت وهارد رايت، اللي هو اليمين وشمال، نجمعهم مع بعض في باست شانل، نحط عليهم تاب ماشين مثلا. ده يعني حاجة زيادة ممكن نعملها تدينا ساتوريشن شوية، أو يعني جلوينج للريفيرب. ممكن كمان نستخدم الطريقة التقليدية بتاعت الايه دايناميك اكيو، نعمل سايد شين يعني ما بين الايه الفوكال والتو ريفيرب ده برضه، يعني حاجة إضافية برضو عشان تدي وضوح أكتر للفوكال. تعالى نروح للبرنامج بتاعنا ونشوف الموضوع ده بشكل عملي. طيب دلوقتي مثلا معانا الفوكال ده، يا دموع كفاك موجوع، صوت البكا مسموع، قلبي بيوجعني. دلوقتي هو مفهوش ريفيرب، عايزين نحط له ريفيرب. فتعالى مثلا نحط له ريفيرب تقليدي، يعني ادي نسميه مثلا ستيريو ريفيرب مثلا. وهنحط له مثلا برو ار، حاجة سريعة كده وخفيفة. ماشي، ده كده ستيريو تمام. وهنسمع مثلا خليه 100%. يا دموع كفاك موجوع، صوت البكا مسموع، قلبي بيوجعني. بالليل تفاصيل تجي في بالي، فتصحي أحزان وأسرة شرط عمري. طيب، فزي ما احنا ملاحظين تمام، حلو قوي وكل حاجة، بس
الصوت غرقان في ريفيرب، يعني انا مزود ريفيرب مثلا زي كده اهو. انا عايز يعني انا عايز آه، الاتساع ده وكمية الريفيرب دي تكون موجودة، بس في نفس الوقت انا عايز صوت الفوكال يكون في النص واضح. طيب تعال نشوف مثلا هنحقق الموضوع ده ازاي. ده الستيريو ريفيرب وعرفنا صوته عامل ازاي. خليه دلوقتي وهنعمل بقى التكنيك بتاعنا ونقارن ما بين الاتنين. نقفل ده من هنا مثلا. هنعمل زي ما قلنا ازاي بقى نعمل التكنيك. تعال نشوف مع بعض. هنعمل تراكين auxiliary track، ادي add fx channel واحد، ونعمل التاني كده معانا تو ريفيرب. ماشي كده، مش هنسميهم بقى، هو fx1 و 2 خلاص. ده هنخليه left right، وده هنخليه left left hard left و hard right. طيب هنا هنحط مثلا اي نوع. خلينا نحط مثلا حاجة مختلفة. طبعا نستخدم مونو ريفيرب مش ستيريو بقى. ماشي، ادي مونو ريفيرب. مثلا نستخدم الريفيرب ده. شوف كده، دموع كفاك. هنستخدم مثلا لارج. خلينا بس نخليه في النص الاول عشان نسمعه. دموع كفاك بوجوع، صوت البكا مسموع، قلبي بيوجعني بالليل، تفاصيل تجي في بالي، فتصحي أحزان وأسرة شرط عمري. دموع كفاك بوجوع، صوت البكا مسموع، قلبي بيوجعني. تمام، هناخد نفس الريفيرب ده زي ما هو كده، نخلي ده يمين 100%، وندوس الت ونشد ده على fx2 خلاص، ونخليه ليفت. يبقى كده معانا واحد ليفت 100% ليفت، وواحد 100% رايت. تعالى نفتحهم ونشوف. دموع كفاك بوجوع، صوت البكا. بس عايزين نخليهم قد بعض في الكمية، 2.5. دموع كفاك بوجوع، صوت البكا مسموع، قلبي. طيب الخطوة اللي بعد كده احنا كده بنستخدم نفس الريفيرب على التراكين، واحد ليفت وواحد رايت. خلاص، طيب هنغير بقى شوية في الايه، في الزمن. يعني مثلا ناخد الريفيرب التاني ده ونغير شوية في الزمن، نخليه في النص شوية ونسمع. دموع كفاك بوجوع، صوت البكا مسموع، قلبي بيوجعني بالليل، تفاصيل تجي في بالي، فتصحي. بص كده، دموع صوت الريفيرب موجود ناحية اليمين ناحية الشمال. نزود شوية. دموع كفاك الريفيرب موجود وعالي وكتير، بس الفوكال موجود في النص. دموع كفاك بوجوع. تعال نقارن ما بين ده وما بين الاستيريو.
دموع بص الاستيريو اهو. دموع كفاك بقى ده غرقان في الريفيرب، انما ده بص دموع كفاك بقى صوت الفوكال واضح في النص، لكن الريفيرب يمين وشمال موجودين برضو. يعني حتى لو علينا شوية هتلاحظ ان برضو صوت الفوكال محافظ ان هو مش غرقان في الريفيرب. دموع كفاك بقى ستيريو دموع كفاك بقى غرقان. بص كده دول حتى واحنا مزودين دموع كفاك بقى لسه الفوكال محافظ ان هو مش غرقان في الريفيرب. طبعا انا مش بقول ان ده احسن من الستيريو، يعني انا بالنسبه لي مثلا هنا بالنسبه للغنى ده انا يعني حابب الاستيريو اكتر من التكنيك ده. هو دموع كفاك انعم ومناسب للحزن اللي في الاغنيه او اللي في اللحن. ولكن الفكره انك انت لما تحتاج تعمل كده، يعني لما تحتاج الفوكال يكون مش غرقان في ريفيرب في نفس الوقت صوت الريفيرب موجود، فتستخدم التكنيك ده هيساعدك. دموع كفاك بقى تمام كده. شفنا الفرق. ممكن نعمل ايه كمان؟ ممكن نحدد دول كده ونروح حاطينهم في بص. ماشي ادي بص، ونروح حاطين عليه مثلا تاب ماشين. تاب ماشين مثلا ستيريو طبعا، دموع كفاك بقى بس من غير التاب، دموع بالتاب. دموع كفاك بقى يعني بتدي لمسة ساتوريشن يعني. ممكن كمان نعمل ايه؟ ممكن نعمل نعمل ايه؟ نعمل يعني نعمل سايد شين عادي. هنكمبريسور مثلا ونروح جايبين سايد شين اهو، ونعمل مع الفوكال نشوف. دموع كفاك بقى صوت البكا بس يعني الكمبريسور ده لو انا عايز صوت الفوكال يبقى واضح اكتر، يعني مبقاش غرقان في الريفيرب اكتر، ف الحاجات دي كلها مع بعض كده بتديك او بتحللنا مشكلة ان صوت الفوكال ما يبقاش غرقان في الريفيرب، يبقى محدد، يبقى واضح، يبقى ليه حضور اب فرونت، وفي نفس الوقت صوت الريفيرب موجود معاه ودريمي وكل حاجة. دموع كفاك مش لازم تعمل كل حاجة، مش لازم تزود هنا قوي يعني. دموع كفاك بقى صوت البكا مسموع فده برضو تكنيك من التكنيكات اللي بتساعدنا ان احنا نحافظ على الصوت، ما يبقاش صوت الريفيرب مغرق الدنيا ومخلي الاغنية كلها كلاودي. بس ده كان درس النهاردة، اتمنى يكون الشرح واضح، ونتقابل ان شاء الله في الحلقة الجاية. كان معكم علاء فهمي من كورس احتراف الريفيرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.